مشاهدينا الكرام، شاهدنا وإياكم مراسم هذه القرعة التي وضعت منتخبنا بطبيعة الحال البلد المستضيف في المجموعة الأولى رفقة المنتخب المصري الشقيق بالإضافة إلى بنما واليونان. المنتخب السعودي سأستعرض معكم طبعا المنتخبات العربية. أولا المنتخب السعودي رفقة منتخب فرنسا والأوروغواي وهايتي، ومنتخب المغرب برفقة أسبانيا والصين وفيجي، وأيضا منتخب الجزائر برفقة المنتخب الأمريكي وتشيلي ومقدونيا. إذن هذا الحديث بالنسبة للمنتخبات العربية. المغرب الشقيق رفقة أسبانيا الصين وفيجي. بالنسبة للمنتخب المغربي ممكن توجه آخر أو رؤية أخرى. المنتخب المغربي بالنسبة لي هو في قناعة الجامعة الملكية المغربية أو الإدارة التقنية المغربية ما عندها ولا مشكل في أي مجموعة، ما عندها ولا مشكل في قرعة. يعكس هذا الثقة الكبيرة والحظوظ الكبيرة اللي يضعها المنتخب المغربي والاتحاد المغربي لكرة القدم باش يخلي المنتخب المغربي يصل لأبعد الحدود. هناك تعاقب أجيال. صحيح انه المنتخب المغربي بصراحة مش هو نفس الجيل نتاع الموسم الماضي، لكن المنتخب المغربي يملك جيل بعد جيل نفس التطور، نفس المراحل التكوينية، نفس التكوين، نفس التمشي. يعني ممكن تتغير الأسماء لكن الخط هو نفسه، وهذاك علاش شفنا نجاح للمدرسة المغربية. نبقى مع المنتخب المغربي. ما حقق في النسخة الماضية يعتبر نجاح، أم كان المنتخب المغرب قادر على الوصول إلى نقطة أبعد من ما وصل إليه؟ المنتخب المغربي ما نقدروش نقولوا أنه نجح، لا يعتبر نجاح، لأنه المنتخب المغربي شفنا بعد مردود المنتخب الأول اليوم هو وصل إلى ربع نهائي أفريقيا أيضا. صحيح حاليا وقادر يتوج ببطولة أفريقيا لأنه منتخب قوي. شفنا خاصة في تدرج وفي تمشي بعد وصول المنتخب الأول لنصف نهائي كأس العالم 2022. بعدين الناس كل انتظرت منتخب أندر 20 توج بكأس العالم. صحيح. وذلك ليس بالهين. ممكن تتويج المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة هو وضع ضغط، وقبل ايضا ترى ميداليه اولمبيه كابتن مع المنتخب الاولمبي. يعني المنتخب الأولمبي عن المنتخب الاول، منتخب اولمبي تحت 20 تحت 17. كل تتويج المنتخب الاندر 20 حط وضع ضغط كبير على هذاك. علاش شفنا اللاعبين خاصه في الدور الاول في المقابله الاولى والثانيه. المنتخب المغربي ما ننساش في الموسم الفارط انهزم هزيمه كبيره حتى تقريبا ضد المنتخب البرتغالي. صحيح. 6 نعم. 6 أهداف، وبعدين فاز على كاليدونيا حسب التقرير. صحيح. 13. بعدين الأقدام يعني أخذت على جو يعني الثقة بالمدرب. شفنا حتى كلام على المدرب نبيل باها، لكن بعدين قرب من اللاعبين شفنا الثقة وشفنا المنتخب المغربي كان يقدر يوصل أبعد ما يمكن. المنتخب المغربي يملك منتخب قاعدين نشوفوا فيه تو في تصفيات كأس أفريقيا مميز. الجيل هذايا قادر انه ممكن بعد 2 أو 3 سنوات يطعم الفريق الاول باكبر عدد من اللاعبين. ولا ننسى انه هذا الهدف الاول لكاس العالم هذايا هو تطعيم الفريق الاول باكثر عدد من اللاعبين. نعم. طيب نروح للجزائر رفقة منتخب امريكا، تشيلي، مقدونيا. بصراحة مجموعة فيها حظوظ كبيرة للمنتخب الجزائري. هذا أول ظهور للمنتخب الجزائري. أول ظهور للمنتخب الجزائري. الموسم الفارط النسخة الماضية ما كانش موجود. المنتخب الجزائري كان موجود الحمد لله. البارح القرعة خليته يكون موجود مع التساوي مع منتخب غانا لآخر وقت في كل شيء، في الأهداف، في النقاط، في الروح الرياضية، في الكروت الصفراء، وفي الفير بلاي. لكن منتخب القرعة وضعته باش يكون موجود في كأس العالم هذا. نتمنى النجاح والتوفيق المنتخب الجزائري. ممكن كلمة على عدم وجود المنتخب التونسي. ما أنا كنت بقول لك احنا نفتقد يعني مقارنة بنسخة العام الماضي المنتخب التونسي والمنتخب الإماراتي. احنا كنا نتكلم عن 6 منتخبات عربية، 3 من أفريقيا و3 من آسيا. اليوم احنا نتكلم عن 5 فقط. نفتقد المنتخب التونسي الذي قدم مجموعة من الأسماء المميزة جدا اللي نتمنى لهم كل التوفيق بطبيعة الحال. صحيح. ممكن عدم وجود المنتخب التونسي يطرح العديد من الأسئلة أو من نقاط الاستفهام، لأنه المنتخب هذايا فيه عناصر ممتازة. لكن شوف عكس المنتخب المغربي أو المنتخبات اللي قادرة، المنتخبات اللي تحب تتطور دكتور، منتخبات عندها رؤية واضحة. المنتخب التونسي ممكن المشكلة أنه قبل كل دورة ممكن التجمعات في وقت قصير، في وقت وجيز تصير تجمعات. مدرب جديد المنتخب التونسي كابتن نبيل كان سوى تصفيات شمال أفريقيا منذ شهر بمدرب
ما نجحش المدرب، غيروا المدرب هذا جابوه قبل باسبوعين. يعني بصراحه في لخطه كبيره، وهذا ليس في صالح اللاعبين، لانه صحيح. مرحله التكوين مهمه، لانه مدرب لازم يستمر مع الفئه هذه اقل شيء لموسم موسمين، وبعدين نشوف صراحه ثمار الخدمه الكل الموجوده. اتمنى الرجوع في كاس العالم ان شاء الله 2027 المنتخب التونسي والترشح، وبكل بصراحه بكل فخر. المغرب، قطر، مصر، السعوديه والجزائر نتمنى لهم حظ كبير وان شاء الله يوصلوا لابعد الحدود ان شاء الله. نعم. كابتن نبيل، انا اخذت يعني قراءتك الفنيه للمنتخبات في المجموعه الاولى والثانيه، ولكن ماذا عن المجموعه الثالثه والرابعه بالنسبه للعرب؟ اسبانيا او منتخب المغرب مع اسبانيا والصين وفيجي، وايضا منتخب الجزائر مع مقدونيا وتشيلي وامريكا. اتوقع المجموعه اللي فيها المنتخب المغربي مجموعه جيده. نتكلم عن المنتخب الاسباني، احد المنتخبات المميزه. ايضا المنتخب الصيني انا شاهدته في بطوله اسيا، اعتقد منتخب جيد، ولكن حظوظ المنتخب المغربي راح تكون افضل في ظل وجود ايضا منتخب فيجي. والمنتخب الجزائري انا اشوف انه يعني منتخب انا شخصيا ما شاهدته، ولكن اعتقد تاهل في الفتره الاخيره او في اللحظات الاخيره مثل ما ذكر الكابتن وجدي. هو في مجموعه فيها المنتخب الامريكي، المنتخب الامريكي قدم مستوى مميز في البطوله الماضيه، كان احد الفرق القويه. ايضا المنتخب التشيلي احد الفرق القويه في امريكا الجنوبيه. فاعتقد شوف اخوي خالد، احنا لما نتكلم عن المجموعات هي كلها مجموعات متوازنه، بغض النظر فيها فرق، يعني الفرق كلها في هذه المرحله السنيه دائما المستويات تكون متقاربه بغض النظر عن المنتخبات او تصنيفهم، ولكن المستويات تكون متقاربه. ولكن اتمنى كل التمني ان المنتخبات العربيه ان شاء الله باذن الله ان تجتاز الدور الاول وتوصل كل المنتخبات العربيه في المرحله الثانيه، وهي قادره بحسب نظام البطوله الاول والثاني وافضل 8 ثوالث. فاعتقد المجال مفتوح، وخاصه مجموعات منتخبنا مع المنتخب المصري هم الابرز في مجموعتهم الاولى وقادرين ان شاء الله. وايضا المنتخب السعودي قادر اذا ما كان من اول او ثاني فممكن يكون افضل ثالث في المجموعات. نعم. طيب كابتن، لو مرينا بسرعه على بعض المنتخبات وبعض المجموعات، احنا نتكلم عن المجموعه الثانيه، كوريا وكاليدونيا والاكوادور، وايضا المتاهل من الملحق الافريقي. كاليدونيا كان لها حضور، تقبلت ارقام كبيره وكبيره جدا، اليوم ايضا تتواجد من جديد في هذه البطوله. كاليدونيا تقريبا في كل كاس عالم تشاهدوها باش نلقاوها موجوده اكيد، يعني منتخب محظوظ بترشح، ما فيش كثير منافسه، باش يلقى روحه مترشح ونسيت يتاهلوا منها ثلاثه دائما اكيد. منتخب كوري متميز ومتطور جدا، تعاقب الاجيال، لكن نفس الفكر نفس المدرسه، يشتغلون في شغل كثير. مع منتخب اكوادوري، مدرسه اكوادوريه ممكن مدرسه امريكيه جنوبيه مختلفه، يعني مختلفه بصراحه. هذا المكسب للاعب. مكسب اللاعب هو انه يكتشف الكرة مختلفة، يكتشف مدارس مختلفة، وهذا مهم في تكوين اللاعب. احنا ديما نحكيو على القرعة ونحكيو على اللاعبين ونحكيو على المجموعات، لكن لازم ديما نذكروا انه اللاعب الناشئ في مرحلة التكوين. حتى الحكم على اللاعب، لما نتكلم على اقوانوسيا دائما يتأهلوا منها ثلاثة، نتكلم على نيوزيلندا وفيجي وكاليدونيا الجديدة. اليوم نيوزيلندا تستفيد من هذه المشاركات، ولكن كاليدونيا كل مرة تسجل نتائج كبيرة، والدليل على مباراة المنتخب المغربي الذي أصبحت أكبر علامة وأكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم. صحيح. هما بالنسبة لهم هما شرف الوجود يكفي، يعني وجودهم. شوف الأهداف تختلف حسب المنتخبات وحسب التوجه نتاع كل اتحاد. بالنسبة للمنتخب كاليدونيا بصراحة دخل مرماها الكثير من الأهداف. نعم. أنك في مقابلة تخسر أو 16 في مباراة واحدة صراحة كثير، رقم كبير، لكن عكس المنتخبات الأخرى ممكن توجه المنتخبات. زين كابتن نبيل، لما نروح للمجموعة السي عندنا الأرجنتين، استراليا والدنمارك، والمتأهل أيضا من الملحق الأفريقي الآخر. هذه واحدة من المجموعات قوية وقوية جدا. صحيح. كل المنتخبات صعب أنك تقول من يطلع منها. بالثلاث منتخبات اللي متواجده قدموا مستويات مميزه في البطوله الماضيه، وخاصه انا اتكلم عن المنتخب الدنماركي قدم مستوى جيد، وايضا المنتخب الارجنتيني ولو انك ما توفق في المباراه اللي خرج منها، ولكن اعتقد المنتخب الاسترالي ايضا شاهدته انا في البطوله هذه، لعب دور قبل النهائي وخسر امام المنتخب الصيني، منتخب قوي بدنيا يملك لاعبين على مستوى عالي ويعتمد دائما على الجماعيه. فاشوف ان المجموعه هذه يمكن من اصعب المجموعات، صعب التكهن من اللي راح يتصدر او ياخذ الثاني في هذه المجموعه. نعم. هو في ملاحظه شد انتباهي انه حامل لقب مو موجود. البرتغال
اي والله صح. الفريقين فريقين النهائي نمسا. حامل اللقب والوصيف غير موجودين. كابتن المنتخب البرتغالي والمنتخب النمساوي. من اوروبا اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، اليونان، الجبل الاسود، ايرلندا، رومانيا، صربيا. صح طرفين النهائي غير موجودين. هل البطل ما يتواجد في النسخه الماضيه؟ يعني النظام هذا مش متبع في كاس العالم للناشئين؟ لا ممكن التصنيف. لا انا اقول لك النظام دائما في معظم البطولات بطل النسخه الاخيره اوتوماتيكيا يتواجد في النسخه المقبله. هل هذا لا صعب ما يتواجد؟ البطل يدخل تصفيات، يدخل يتأهل بالتصفيات، والمتأهل المباشر صاحب الأمر. وهذه ملاحظة كبيرة برشا. ليش؟ لأنه ديما نرجع نحكيوا أنه الأجيال تختلف، أنه سنة في التكوين تفرق. صحيح. اسبانيا تأهلت على حساب البرتغال. اسبانيا تأهلت على حساب البرتغال. يعني دكتور اقصاء حامل اللقب يعطي حافز كبير جدا للمنتخب الاسباني، صح؟ في المتواجد في المجموعه. ما تقدر تقول انه الاتحاد البرتغالي ما يشتغلش في شغل زين. نعم. الاتحاد البرتغالي هو مدرسه برتغاليه. صحيح. كل الاجيال، هذا يخلينا نشوفوا او نكتشفوا او لازم نعرف انه سنه في التكوين تفرق. نعم. بل نمشي معك الابعد، انه 6 اشهر في مثل هذه السن 15 16 17 سنه تفرق بين اللاعب والجيل والجيل. والغريب والاغرب ان بطلين اخر نسختين مش موجودين، لا البرتغال ولا الالماني، والمنتخب الالماني غير متواجدين. طيب قبل أن نروح للمجموعه اللي بعدها ونتخطى مساله المتاهل الافريقي كابتن، اليوم احنا عندنا اوغندا واثيوبيا وغانا والموزمبيق يتنافسون على بطاقتين راح يلعبون في المجموعه بي والمجموعه سي. من الاربعه اليوم اوغندا، اثيوبيا، غانا، الموزمبيق، من تتوقع راح يكون متواجد؟ قبل التوقع فما تمني بصراحه. ايوه، اتمنى وجود المنتخب الاوغندي لما شاهدناه في النسخه الفارطه من جو عام. جماهير صراحه شفنا جماهير غفيره جدا. صحيح. جاليه اوغنديه يعني سوات جو في ملاعب اسباير ولا في الخيال. بصراحه اتمنى وجود المنتخب الاوغندي. نعم. لما فيه بصراحه من ممكن فرجه. نعم. بما فيه من يعطي طابع كبير جدا لحضور جماهير لكاس العالم هذه. ممكن نعم. التوقع ممكن منتخب مع التمني هو منتخب اوغندي. نعم. ان شاء الله يتعدى. ممكن المنتخب الغاني، لانه اوغندا ضد مين بالضبط؟ اوغندا احنا عندنا 4: اوغندا، اثيوبيا، غانا، الموزمبيق. المنتخب الاوغندي راح يلعب ضد المنتخب الغاني. نعم. الموزمبيق ضد اثيوبيا. نعم. اتوقع انه منتخب اوغندي ومنتخب ممكن اثيوبي. طيب كابتن منتخبنا مجموعة مثل ما قلت تحت الهواء وضعها أفضل من المجموعة العام الماضي. صحيح، أعتقد مجموعة متوازنة مجموعة منتخبنا. للأسف يعني معنا ما كنت أتمنى أن منتخبين عربيين يكونوا في نفس المجموعة. نعم. المنتخب المصري والمنتخب اليوناني ومنتخب بنما. أعتقد مجموعة جيدة، وإن شاء الله بإذن الله يعني منتخبنا قادر على أن يتأهل عن هذه المجموعة ويقدم مستويات ونتائج أفضل ما كانت عليه. قادرين نصعد احنا العرب أول ثاني أمام بنما واليونان. شوف بحكم من الفرق معنا في المجموعة منتخبنا بإذن الله إن شاء الله والمنتخب المصري راح يصعدون أول وثاني إن شاء الله. نعم. حظوظ المنتخب السعودي؟ والله شوف المنتخب السعودي أتوقع مجموعته صعبة. رفقة فرنسا والأوروغواي وهايتي. أي نعم. المنتخب الأوروغواي أو المنتخب الفرنسي منتخبين صعبين. المنتخب السعودي أنا شاهدت المنتخب السعودي في بطولة آسيا مؤخرا، فأعتقد المنتخب السعودي في النسخة الماضية كعناصر أفضل من المنتخب الحالي، ولكن احنا ما نعرف ايش الظروف، ولكن أيضا لا ننسى أن أفضل 8 ثوالث في كل مجموعة يصعدون. صحيح. حظوظه فأيضا جيدة في التأهل إن شاء الله. طيب كابتن نعود إلى مجموعتنا مجموعة السعودية. نتكلم عن قطر، مصر، بنما، اليونان. المجموعة الأولى متوازنة بصراحة بوجود 2 منتخبات عربية، المنتخب القطري والمنتخب المصري في مجموعة واحدة، وإن شاء الله أكيد أتمنى عبور أو وصول المنتخبين العربيين قطر ومصر لأبعد حد ولأدوار متقدمة. بالنسبة لمجموعة قطر بصراحة قطر المنتخب القطري يعتبر محظوظ نوعا ما، لأنه المجموعة أقل قوة من المجموعة نتاع الموسم الفارط. حظوظ المنتخبين متساويه، يعني ممكن قطر ومصر نشوفوهم يصعد اول واحد ثاني. بالنسبه للمنتخب السعودي اكيد جدا في مجموعه صعبه. المنتخب الفرنسي عنده عادات في السن هذا، التكوين
المدرسة الفرنسية معروفة في كل أنحاء العالم، وهي مثال يحتذى به في كل أنحاء العالم. يعني تقريبا مجموعات متوازنة بالنسبة للعرب آسيا. طيب نذهب، ما يمدينا ان احنا نعرج على كل المنتخبات، ولكن اسالك، احنا شفنا في البطوله الماضيه كان هناك حصان اسود، كان هناك منتخب مفاجئ، كان هناك منتخبات قدمت نفسها بصوره مثاليه. البطوله هذه تتوقع من هذه الاسماء انه راح يكون هو المفاجاه، مفاجاه البطوله؟ والله اخوي خالد ما اقدر اجاوبك لاني ما شفت المنتخبات، عرفت ما شفت المستويات، ولكن انا اتوقع البطوله هذه ما راح تخرج عن المنتخبات الاوروبيه. انا اتوقع دائما في السنوات الاخيره المنتخبات الاوروبيه كعبها المدرسه عالي. البرازيليه الارجنتينيه تستبعدها؟ والله شوف، انا بحكم المستوى اللي شفته المنتخب البرازيلي في النسخه الماضيه وايضا المنتخب الارجنتيني، هم دائما ما يعتمدون على الامكانيات الفرديه المهاريه اكثر ما يعتمدون على الجماعيه. نعم. ولكن المنتخبات الاوروبيه قوتها في الجماعيه وايضا قوتها في الانضباط التكتيكي في ارض الملعب. صحيح. كابتن، من وجهه نظرك تتفق مع المدرسه الأوروبية؟ أتفق مع الكابتن. طيب في أسماء ممكن تقول ترشح لي؟ والله ممكن بصراحة بالنسبة لي أنا من أحسن المدارس الأوروبية أو العالمية هي المدرسة الفرنسية من حيث التكوين. صحيح. معروفة المدرسة الفرنسية مدرسة من قديم الزمان تصعد كثير من اللاعبين. نشوفوا تو الأندية الفرنسية، نشوف المنتخبات الفرنسية في لاعبين كثار من التكوين من تكوين اللاعبين الفرنسيين في المدرسه الفرنسيه. نتصور اذا المنتخب الفرنسي مثل العاده سيكون قوي وقوي جدا، لكن ممكن بعدين لو نمشي الادوار النهائيه ممكن بعض التفاصيل تخلي الامور ترجح كفه منتخب على اخر. نعم. عموما نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربيه في هذه البطوله، نتمنى التوفيق بطبيعه الحال. السلام عليكم الاخوان ديالي ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وإلا كنتي أول مرة كتشاهدنا خلي واحد سبسكرايب، اشتراك في القناة وانضم لعائلتنا، عائلة القناة ديالنا. المهم كيف شاهدتوا معايا في طيلات الفيديو، انهيار الإعلام الكرغولي الجزائري بسبب تقدم المنتخب المغربي. أي فوز كيحقق المنتخب المغربي إلا في الجهة المعاكسة المنتخب الجزائري كيبغي يتسطى، ولا الإعلام الكرغولي كيبغي يفربل. المهم خوتي خواتاتي، كنتمنى يكون عجبكم مقطع الفيديو ديال اليوم، نتشوفوا إن شاء الله في حلقة مقبلة. خوتي تهلاو.